توقعات ماتشات دور الثمانية، ماتشات كلها ضرب نار. يعني ماتشات كلها صعبة جدا، مفيش حد يقدر يقول لك انا اتوقع ان ده يكسب ولا ده يخسر والكلام ده كله، لكن هي بتبقى يعني إن كل واحد بيقول رأيه. لكن انا شايف ان طبعا ماتش مالي في السنغال، مالي قدرت انها تخرج تونس بعد ما كانت خلاص هتخرج، ووصلت لضربات جزاء وقدرت انها تخرج تونس. هتلعب السنغال فرقة قوية جدا 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 جدا. السنغال هتكسب بسهولة مالي وهتقدر تصعد للقبل النهائي. ماتش المغرب والكاميرون، المغرب لحد دلوقتي ما حسسناش انها تكسب البطولة، يعني لحد دلوقتي مستواها حبه فوق وحبه تحت. يعني هو يمكن الماتش الوحيد اللي لعبوه كويس كان ماتش زامبيا، لكن دلوقتي هما بيلعبوا في الدور الثمانيه وعلى في ارضهم ووسط جماهيرهم. فان شاء الله ان هيبقى الفوز للمغرب ان شاء الله، ولكن اتوقع انه هيبقى بصعوبه، يعني هيبقى في صعوبه جدا للمنتخب المغربي اذا ما فاقوش وخلاص ودخلوا اجواء البطوله، لان خلاص انت بتتكلم دور الثمانيه مفيش هزار. يعني الجزائر ونيجيريا، الجزائر فرقه كبيره جدا جدا جدا. الجزائر من اقوى فريق من وجهه نظري لحد دلوقتي في كاس الامم الافريقيه. يعني انا شايف ممكن، مش عايز بقول لكم ممكن تكسب بطوله افريقيا ان شاء الله عادي. يعني فرقه كبيره، فرقه كبيره جدا. نيجيريا طبعا من اقوى فرقه هجوميا لحد دلوقتي في البطوله، لكن نيجيريا عندها مشاكل لعيبه لازم ترش ملح على التورته زي ما بيقولوا. عندهم فرقه كويسه، يحصل مشكله ما بين لوكمان واوسيمين كان عايز يمشي ويسيب البطوله اساسا. لا، اتوقع ان بسبب المشكله دي هيكون سبب تفوق منتخب الجزائر على منتخب نيجيريا. الجزائر هتقدر تكسب نيجيريا ان شاء الله بسهوله. مصر وكوت ديفوار، الماتش اللي كلنا طبعا هو اللي احنا همنا كله هو ماتش مصر وكوت ديفوار. ماتش كبير. الفرقتين صعبين، يعني الفرقتين ممكن اي حد فيهم يكسب. ان شاء الله اتوقع ان شاء الله ان منتخبنا يكسب ان شاء الله، اذا انت عملت تشكيل كويس. يكون ان شاء الله اولا واخيرا توفيق ربنا معانا ان شاء الله. ممكن الماتش يروح لضربات الجزاء، يعني ده توقعي، ممكن يوصل لضربات الجزاء وممكن نخلصه في البدايه. ده تمني وتوقع، يعني انا الواحد ما فيش حاجه قدام غير ان هو بيقول ربنا يكرم ان شاء الله المنتخب ويوصل للقبل النهائي. ان شاء الله صعود منتخب مصر لقبل النهائي انا من وجهه نظري يعني هيبقى انجاز، يعني انجاز ان انت وصلت لقبل النهائي، لان مش كل بطوله لازم هتكون داخل ان انت تكسبها. فان شاء الله ربنا يكرمنا ويسترها معانا ان شاء الله من العتاوله بتاع كوت ديفوار.